صباح الفل وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة. تعالوا نشوف بقى كده يومنا مشي ازاي. بس قبل اي حاجة تعالوا بقى نصلي على النبي مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منك كده وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. طبعا مهما كان في ايدينا اي حاجة، مجرد بس ما الاذان اذن خلاص هنسيب كل حاجة في ايدينا ونصلي على طول، عشان طبعا ما يفوتكيش فرض ربنا. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، امين يا رب العالمين. طبعا زي اي ست بيت صحيت بقى من النوم، وديت ولادها المدرسه، وابتديت كمان شفت بقى اللي ورايا وعملت لهم كمان الاكل. وهنا كمان كان ورايا بقى نشير نشرت، وابتديت كمان وانا بنشر ببص بقى على الولاد، لان الوقت ده كان الظهر. يا دوب صليت الظهر وقعدت شويه نشرت، خلصت اللي ورايا كان الولاد جم من المدرسه. الولاد بقى جم من المدرسه، وطبعا كل ولادنا كده اول ما بيخشوا بيسيبوا الشنطه طبعا على الباب، صح ولا لا؟ لا ما تعمليش كده، حددي لهم مكان في الشقه، يعني خلي مكان كده. خلاص انتوا هتحطوا بقى شنطكم هنا، فطبعا الشنط ما تفضلش كل شنطه في حته. هنا كان ولادي الصغيرين وراهم درس، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. ما ينفعش ان احنا نقعد نذاكر لاولادنا كلهم مره واحده، خصصي كل واحد شويه. يعني مثلا انا هذاكر لده الماده الفلانيه، ده محتاجني في ايه، ويقعد برضو يذاكر. ليه بقى؟ لان انت لازم تعودي برضو ولادك ان هم يقعدوا يذاكروا لوحدهم، ما يعتمدوش عليكي. انت بتقعدي تساعدي بس هم الاساس. وطبعا بقى زي اي ام اول ما ولادها كمان بيجوا من المدرسه بتبتدي كمان اللي هي تاخد بقى شنطهم، وتبتدي تشوف اللانش بوكس ادواتهم زي ما هي ولا لا. لان ولادنا كمان لازم كمان تاكدي على ولادك ان يخلوا كمان بالهم من حاجتهم، يعني القلامه ما تضيعش، الكراريس طبعا ما تتبهدلش، الكلام ده كله. هنا ليه بقى ذاكرت مع بنتي اول ما جت من المدرسه؟ انا ذاكرت معاها اول ما جت من المدرسه لان في حاجات معينه كده لازم اول ما تاخدها تذاكرها على طول. فانا ابتديت قلت لها ايه، اقعدي بقى انت ذاكري في الجو الرايق كده قبل ما كمان ما اخواتك يجوا، عشان انا عندي بنتي الكبيره ما بتعرفش تركز واخواتها قاعدين بيذاكروا، فاهمين ازاي؟ يا اما بقى كل واحد يقعد في اوضه. ايوه هو ده الحل. المهم بقى قاعدين بقى هنا بنذاكر، لقيت الباب بيخبط. مين بقى اللي كان بيخبط؟ ربنا يا رب يفرحكم بحبايبكم، بنت اخت زوجي كانت هي في كليه تجاره جامعه عين شمس. ربنا يا رب كده يفرحها دايما من نجاح لنجاح دايما، ويفرحنا بحبايبنا وعقبال عيالنا وعيالكم. كانت جايه توريني درع التخرج، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا مسكت لبنتي وقعدت قلت لها طبعا عقبالك وعقبالكم انتوا كمان وعقبال حبايبكم يا رب، عقبال كده ما يتخرجوا بقى من الجامعه وكده. احنا كلنا بنتعب مع اولادنا جدا، اذا كان احنا سن الدراسه اللي هو ابتدائي لسه واحنا اصلا طالع عينينا، امال لما نوصل بقى لمرحله الجامعه. فدايما ندعي ان ربنا يدينا الصحه لبيتنا ولحياتنا ولولادنا، امين يا رب العالمين. صدقيني احنا لما بنتعب شويه والله العظيم احنا مش بنخاف على نفسنا، احنا بنخاف على اولادنا، صح ولا لا؟ انا كده، انا عن نفسي لما بحس بشويه تعب بقول انا مش خايفه على نفسي، انا خايفه على اولادي. فيا رب يخليهم ويحفظهم ويبارك فيهم، ونعمل لهم كل اللي هم عايزينه. طبعا اكيد مش هنعمل كل اللي هم عايزينه، بس هنعمل اللي نقدر عليه واللي ربنا يقوينا عليه. ربنا يا رب يحفظهم ويخليهم ويبارك فيهم. وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، لايك وكومنت حلو منك، ويلا نصلي على النبي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى هنا مش تقولوا لي اللي انا كمان وانا بغرف الاكل الولاد عمالين ياكلوا من الطبق. ايوه مش تقولوا لي ما انا مش واخده بالي. المهم ابتديت هنا اللي انا اغرف بقى زي ما انتم شايفين الاكل، بسم الله ما شاء الله. شويه شوربه كده باللحمه حلوين قوي قوي، ما رضيتش اللي انا احمرها. وابتديت كمان اللي انا عملت لهم محشي كوسه وفلفل وبتنجان، اكله حلوه وسهله وسريعه وبتبقى حلوه جدا جدا. وحطيت لهم بقى اللحمه زي ما انتم شايفين. ببتدي اللي انا احط لهم كمان الطبق محشي مشكل وقطعه اللحمه وطبعا السلطه. وهبتدي كمان هنا زي ما انتم شايفين اصب لهم بقى المشروب. عملت لهم مشروب ايه؟ عملت لهم كمان مانجا. وده بقى كان يومنا النهارده. صحينا من النوم، خلصنا اللي ورانا، نزلوا الولاد المدرسه، ابتدينا اللي احنا روقنا الشقه وعملنا الاكل زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا تحاولي تخلصي كل حاجه وراكي قبل ما الولاد تيجي، عشان تشوفي طبعا ايه بقى اللي وراهم وتقعدي كده تذاكري لهم، ما يكونش وراكي حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات اكتر واكتر واحلى واحلى، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.